بيبدأ فيلمنا بولد صغير اسمه أوراين وهو في المدرسة وبيحكي لنا إنه معجب ببنت معاه في المدرسة اسمها سالي، بس بيخاف يقول لها. أوراين بيخاف من كل حاجة زي إنه يخش حمام المدرسة لأنه ممكن يبوظه ويغرق المدرسة كلها، وكمان بيخاف يرفع إيده في الفصل لحسن المدرسة بتاعته تسأله مع إنه بيبقى عارف الإجابة. وبعد كده بنشوف أوراين وهو بيقابل زميله المتنمر في الفصل اللي اسمه ريتش، وبيخاف منه علشان ممكن يضربه، وبيتخيل إنه حتى لو هو اللي ضربه ممكن ساعتها يموت ويتحبس. وهنا ساعتها بنعرف ان أوراين خياله واسع، وبعدها بيروح أوراين للفصل وبتعرفوا الأستاذة بتاعته إنهم هيطلعوا رحلة بكرة للمرصد الفلكي، وإنه لازم يروح علشان يشوف الكواكب. وهنا بيتخيل كل الحاجات المخيفة اللي ممكن تحصل في الرحلة دي، وبيقرر إنه مش هيروح الرحلة دي، وبيكذب على المدرسة وبيقول لها إن أبوه وأمه مش مؤمنين بوجود الكواكب. وبعد كده بيمشي علشان يروح على البيت، وبيحكي إنه من أكبر مخاوفه إنه في يوم وهو مروح يلاقي أبوه وأمه سابوه مشوا من البيت. وبعدها بيوصل للبيت وأمه بتعرفه إنها عارفة إن هو عنده رحلة